انت مستحيل تبقى مليونير عن طريق التحويش بس. اول حاجه الناس بتعملها لما تكون عايزه تبقى غنيه وكده ان هم بيحاولوا يحوشوا فلوس من مرتبهم ويحاولوا يقللوا مصاريفهم على قد ما يقدروا. ده كلام جميل، بس تعالى نحسبها بالارقام. لو انت مرتبك متوسط نقول 15000 جنيه مثلا في الشهر، وعرفت تحوش كل شهر 20%، يعني بقيمه 3000 جنيه في الشهر، عارف هتحتاج وقت قد ايه؟ علشان توصل لاول مليون جنيه هتحتاج تحوش 28 سنه. شايف رقم كبير قد ايه؟ مش منطقي اصلا. المشكله في الطريقه دي ان مصاريفك مش هتعرف تقللها على طول. كل شويه التزاماتك بتزيد، دايما الدنيا بتغلى وفي تضخم. فلو فضلت تحوش بالطريقه التقليديه اللي كانوا بيعملوها زمان مش هتوصل لاي حاجه. الناس الغنيه بجد بيركزوا على الجزء الثاني من المعادله. المعادله بتقول ايه؟ ان الثراء بيساوي الدخل ناقص المصاريف. اغلب الناس بيضيعوا طاقتهم ويفضلوا مركزين على جزء المصاريف وازاي يقللوها، مع ان الناس الغنيه اللي انا بقابلهم وبشتغل معاهم بيركزوا اكتر حاجه على الدخل وازاي يزودوه سنه بعد سنه. انت كمان فكر بنفس طريقتهم، ركز على الدخل وازاي تزود الفلوس اللي بتجيلك كل شهر وتعمل لك مصادر دخل تانية. انا حسين النسر وهساعدك تكون ماني مانجر.